لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. النهاردة معنا نجمة من أشهر نجوم الدراما والسينما الحديثة، الفنانة الجميلة ريهام حجاج. هنا اهو، هنا ريهام يلا وزير تاني لوحدك بقى. نبذة سريعة مختصرة وأروع أعمالها. ريهام حجاج تعتبر من أجمل النجمات التي ظهرت في العشر أعوام الماضية. دوري في مسلسل شربات لوز انا عامله دور نسرين هي البنت الوسطانيه لاستاذ سمير غانم. هو عنده 3 بنات. تمام. ومدام يسرا بتتجوز استاذ سمير واحتلت مكانة جميلة وسط عالم الفن. ولدت يوم 22/9 عام 1986، تبلغ من العمر 36 عام، وهي مواليد برج الميزان. ولدت في مدينة ميلانو الإيطالية لأبوين مصريين، وعاشت معظم حياتها في الخارج وهي حاصلة على كلية الإعلام. هو انا ما قلتلكش؟ ما قلتليش على ايه؟ مش انا عملت اشعه على دراعي وطلع فيه عيب خطير قوي؟ طمنيني، طلع ايه؟ طلع ما بيتلويش. ثم عملت بمجال التسويق فترة طويلة، وعندما عادت إلى مصر واستقرت اتجهت إلى مجال التمثيل، وكان أول أعمالها في فيلم سفاري عام 2010. وفي نفس العام شاركت في مسلسل أزمة سكر التي حققت من خلاله نجاحا كبيرا. وفي عام 2012 قامت بدور الراقصة سامية جمال في المسلسل الجميل كاريوكا. تزوجت مرتان. المرة الأولى كان من المصور اللبناني محمد المكاوي الشهير باسم ميكي، وأنجبت منه ابنتها جنى. ولم يدوم زواج، وتم الانفصال بعد 5 سنوات، وأخذت ابنتها ورجعت مصر وبدأت مسيرتها الفنية. ثم تزوجت من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، طليق النجمة ياسمين عبد العزيز، في عام 2019. طبعا تغيرت ملامح الفنانة ريهام حجاج قليلا للأجمل قبل فترة، وخاصة أنها أبدت اهتماما كبيرا بنفسها وجمالها لتثبت وجودها بين نجمات الوسط الفني. قدمت العديد من الأعمال الفنية الجميلة في فترة من 2010 حتى 2023، فيلم سفاري 2010، وفيلم بعد الطوفان 2012، وفيلم واحد صعيدي عام 2014، وفيلم يوم ملوش لازمة عام 2015، وفيلم كرم الكينج في نفس العام 2015، وفي نفس العام أيضا فيلم سوء تفاهم، وفيلم سطو مثلث عام 2016، وفيلم القرد عام 2017، وفيلم مولانا عام 2017 أيضا، وفيلم رغدة متوحشة عام 2018. وقدمت 19 مسلسل، نذكر لكم منهم مسلسل وكل ما نفترق عام 2021، ومسلسل لما كنا صغيرين عام 2020، ومسلسل كارمن عام 2019، ومسلسل وضع أمني 2017، ومسلسل الكبريت الأحمر 2016، ومسلسل بنات سوبرمان 2016، ومسلسل سجن النساء، ومسلسل السيدة الأولى 2014، ومسلسل كاريوكا 2012، ومسلسل هبة رجل الغراب 2014، ومسلسل رقم مجهول 2012. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن الجميلة الفنانة ريهام حجاج.